عندي 4 الوليدات باش ندخلهم للسبسه. جيت لقيت واحد مسكين بالعكاكز. المغرب غادي في الهويه. السلام عليكم ومرحبا بكم. في هذه الأيام الأخيرة كاين نقاش كبير حول محاولات عدد من الشباب وحتى بعض العائلات الوصول إلى سبتة، وكل واحد عنده الأسباب والظروف ديالو. اليوم غادي نشوفوا تصريح ديال سيدة قالت بأنها أم ل4 أطفال وكتحكي على الظروف اللي خلاتها تفكر حتى هي في هذه الخطوة. قبل ما نبداو كنأكد أن هذا الفيديو الهدف ديالو هو نقل تصريح كما جا وفتح باب النقاش باحترام بلا تجريح ولا تحريض، وخليوا الرأي ديالكم بعد ما تشوفوا الفيديو كامل. دابا نشاهدوا التصريح. انا جيت على اساس باش ندخل عندي 4 الوليدات باش ندخلهم للسبسه. الا سهل الله في الامور يا ربي، الله يسهل ويسهل على جميع المؤمنين. انا جيت دابا تاسفت، جيت لقيت واحد مسكين بالعكاكز. علاش الواحد غيهاجر من بناته؟ يعني حنايا ما عايشينش مزيان. يلا كتكافى مع الكرا، كيجي المصروف، كلشي غادي. المعيشه ونتوكا المعيشه غلات. انا جيت من طنجه لتطوان 300 درهم قسما بالله العلي العظيم. انا عندي 4 الوليدات مسامح ليا فيهم الراجل. كيفاش غتعيش الكرا؟ المعيشه غاليه. يعني علاش الشباب كيسيب راسو يمشي غامر؟ فهمتيني؟ يعني المعيشه غلات. المغرب غادي في الهويه. الملك ديالنا غزال، ولكن اللي مسيرينو ما منهمش. شفنا التصريح كامل، ومن خلال هذا الكلام كيبان أن السيدة كتربط قرارها بظروف معيشية صعبة وبتجربتها الشخصية، وهذا كيبقى رأيها هي وتحمل المسؤولية على ما قالت. ولكن في المقابل خاصنا نأكدوا أن الهجرة الجماعية ومحاولات الدخول غير النظامي كيبقوا محفوفين بالمخاطر، سواء على الشباب أو على العائلات أو حتى الأطفال. بزاف ديال الناس كيغامروا بحياتهم على أمل مستقبل أفضل، ولكن الطريق ماشي سهل وقد تكون العواقب خطيرة. إلا كانت فعلا كاينه مشاكل اجتماعية أو اقتصادية كيدوي عليها بعض المواطنين، فالنقاش حولها خاص يكون بالنقد المسؤول، والحلول كتكون بالحوار والعمل والإصلاح، ماشي بالمخاطرة بالنفس. دابا الدور عليكم، واش كتشوفوا أن الأسباب اللي ذكرتها هاد السيدة كافية باش توصل بعض الناس يفكروا في الهجرة غير النظامية، ولا كاين عوامل أخرى كتساهم في هاد الظاهرة؟ إلا عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموه بلايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. شكرا على المتابعة، ونلتقوا في فيديو جديد.